السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم، صباح الفل وصباح الهنا. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها رزق. طبعا أنا دخلت كده النهاردة الصبح بقى ايه أفطر البط الصغير بتاعي ده. تمام، البط ده مسكوفي، خليط بلدي على مسكوفي. تمام، كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان قرب، فلازم بقى ايه يكون عندنا تربية محترمة كده من البط، عشان زي ما انتم عارفين بقى ايه رمضان بيحب الاكل وكده وبيحب اللمة، وربنا ايه يجعل ايامنا كلها هنا والسرور علينا يا رب. طيب الفيديو بتاع النهارده ان انا ازاي بقى احافظ على البط بتاعي من الكساح، من الاسهال. ان انا يعني الفتره بتاعه البط دلوقتي اللي هو ايه بدأ يغير ريش ويطلع ريش جديد، لازم ان انا اخد بالي منه، اقوي المناعه بتاعته عشان يقدر يستحمل الفتره اللي هي دي اصعب فتره اصلا عند البط، بالذات في البط الصغير ده. تمام، فبرضو لازم ايه ان انا اديهم رافع مناعه، اديهم فيتامينات، اديهم اعشاب من الموجوده في البيت. تمام، مضادات حيويه زي الثوم والليمون والبصل. لازم ارفع عندهم ايه المناعه بتاعتهم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده طبعا مهبولين على علف، لان انا حاطه لهم علف صافي. ما بكون حاطه لهم علف وخلطاه مع عيش ولا رده ولا كده بياكلوا، بس مش بياكلوا بالشراسه اللي انتوا شايفينها دي. تمام، فطبعا حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو النهارده واقول لكم انا بعمل ايه في الفتره اللي هي فتره تغيير الريش عند البط كده، لما يبدا يغير الريش ويسنن الريش بتاعه يكون عامل زي الشوك كده، اللي هو الزغاب بتاع الريش، تحسين ان هو ايه بيشك كده في ايديك. الفترة دي بالذات زي ما انا لسه قايلة كده دي اصعب فترة عند البط الصغير، سواء بط بلدي، بط بكيني، بط بغال، البط مسكوفي، مولر، اي انواع البط. هو ايه الفترة بتاعة تغيير الريش في العمر ده بيبقى ايه صعب شوية، اللي هو عمر شهر. تمام، فطبعا بقى ايه بتحط له برضو خل. آه زي ما انتوا شايفين طبعا الحمام بيموت في حاجة اسمها علف. تمام، انا حاطه كده في كل اوضه، حتى تلاحظوا ان انا يعني ايه حاطه حمام هنا حمام هنا، يعني مشروع ان هو يصرف يجيب العلف بتاع الطيور. تمام، وفي نفس الوقت بناكل منه ما شاء الله. يعني انا عامله الحمام ده ان هو بياكل الطيور بتاعتنا. تمام، فما مش نستخسر فيه حاجه، لا ياكل عشان يدينا ان شاء الله ويكرمنا كده. تبيعي الجوز ب50 جنيه، تجيبي بيهم ب50 جنيه 3 كيلو علف، لا تحطي كمان واحد جنيه على 50 يبقى 51 عشان تجيبي 3 كيلو علف. تمام، المهم بقى ايه، وفي ناس برضو بتبيع ب60 وكده يعني. في زغلول اهو اللي هو البني اهني، ايوه البني ده كده، ده زغلول سايباه، كانت لوحدها فرده لوحدها، فما بلاقي حاجه فرده لوحدها طالعه كده زي هو ده ماشي بروح سايباه، يعني مامته تاكله ويبقى حلو المناعه بتاعته كويسه، ونسيبه بقى ايه نربيه. لما بيبقى جوز بروح بيعاه. تمام، او دبحاه، انما لو فرد واحد بسيبه بقى. شفتوا بقى بحط لهم في الميه. نرجع بقى للفيديو بتاعنا، البط الصغير اللي زي كده بعمل ايه عشان ان انا اعدي الفتره دي على خير. كل يومين بحط لهم الازازه فين، بحط لهم 2 سنتي انتينيل شايفينها. تمام، كل يومين بروح حاطه لهم 2 سنتي انتينيل. كلمه واضحه، ده عشان للوقايه من الاسهال، ده مطهر معوي وعلاج للاسهال. تمام، بنجيبه منين؟ بنجيبه من الصيدليه البشري. تمام، تروح الصيدليه البشري تقول عايزه مطهر معوي، ممكن يديكي فلاجيل جميل برضو، الانتينال حلو. اي حاجه مطهر معوي، مش اي يعني مش حاجه معينه، اي حاجه مطهر معوي بتجيبيها وتدي ايه البط بتاعك. تمام، زي ما انتم شايفين كده البط ما شاء الله يعني صحته كويسه. انا مدياله من يومين ودي تاني مره، فحتى نسيت ان انا اصور معاكم، فقلت لا اصور واعرفكم. الفتره دي بالذات بنعمل فيها ايه، بنحط انتين. حتى برضو المطهر معوي حلو للحمام، مش هيعطل معاك الدنيا.
تمام. وشايفين البط بيشرب اهون كده من الميه. ف يعني برضو بعد ما يخلص الميه دي ان شاء الله كده على العصر هاجي اروح بقى حاطه لهم برضو زي 5 سنتي خل في الميه في نص السقايه، واخليهم بقى ايه ده منشط للكبد هايل وغسيل للكلى هايل. خلاص يا حاجه. زي ما انتوا سامعين كده الوزه لما بتسمع صوتي بتعمل صوت، بتفتحنا تقول للناس هي هنا. تمام. فكده كان الفيديو بتاعي معاكم، ان انا ما شاء الله يعني ايه بنبدأ نهتم بالبط الصغير ده بالذات. برضو تحط لهم علف الصبح زي ما انا لسه حاطه، اخر النهار برضو تحط لهم شويه علف. في الفتره في النص دي بقى رغيف عيش، تهري لهم عيش، دي شيشه. تمام. حطوا لي بقى اللايك والاشتراك والكومنتات وفعلنا الجرس يوصل لكم كل فيديو بنعمله. حافظي على طيورك هتلاقيها واهتمي بيها ان شاء الله، ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. تمام.